ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. بقينا كتير ما اتكلمناش عن الكتب. الحقيقه بقينا كتير ما اتكلمناش عن حاجه خالص، بقالي فتره كبيره ما حطيتش الكاميرا قدامي وصورت اي حاجه، وده ليه اسباب طبعا. بس لو حابين تعرفوا الاسباب انا كده كده هعمل جزء تاني للفيديو، علشان المهتم بس بموضوع الكتب فياخد المعلومه بس، واللي حابب يعرف ليه اتاخرت كل الوقت ده ما بنزلش فيديوز. في اخر الفيديو هقول لكم على كل الاسباب اللي خلتني اتاخرت في اني انزل فيديوز كل الفتره دي. انا فاطمه سلامه، ودي قناتي بعمل فيها فيديوهات عن الكتب وريفيوهات عن منتجات للعنايه بالبشره والشعر، بندردش فيها شويه واقول لكم على شويه خواطر وافكار بتيجي في بالي، وشويه كده معلومات علشان ننشر التفكير الايجابي ونصحح بعض المفاهيم اللي احنا اتعودنا عليها واتبرمجنا عليها من غير ما نفكر فيها ومن غير ما نعرف مدى صحتها. فبنحاول نفكر شوية مع بعض علشان نوصل لمدى صحة هذه المعلومات اللي احنا اتبرمجنا عليها. المهم عشان ما اطولش عليكم، كتاب النهارده كتاب يستحق ان هو يكون كتاب العودة، كتاب دسم فيه كمية معلومات رهيبة هيفيدنا كلنا في جميع المراحل العمرية من اول المراهقين لحد الاجداد. هو كتاب تربوي نفسي وفيه حكاوي كده صغيرة علشان خاطر يعني ما تملش من الموضوع، وحكاوي من ارض الواقع. يعني الحكاوي اللي موجودة فيها حكاوي على لسان اصحابها. انا متأكدة ان كل حد هيقرأ الكتاب ده هيلاقي نفسه في حكاية من الحكايات او موقف من المواقف. الكتاب هو أبي الذي أكره للدكتور عماد رشاد عثمان. طبعا العنوان شوية جامد أو شوية نحسه مفهوش مشاعر، لكن هو لما نقرأ جوه الكتاب هنعرف ليه الدكتور اختار العنوان ده بالذات للكتاب. هو تأملات حول التعافي من إساءات الأبوين وصدمات النشأة. بيتكلم فيها عن الإساءات اللي بتحدث أثناء التربية بدون ما يدين أو يجي على الآباء. يعني بيتكلم عن الإساءات اللي من غير قصد. فالكتاب مش متقسم لفصول، ولكنه متقسم لخطوط عريضة، عناوين عريضة بنحسها جامدة شوية أو محتاجة فهم، لكن لما يبدأ يشرحها بنلاقي الموضوع سهل وسلس جدا. الكتاب بيبدأ بحكاية بسيطة انه كان في مجموعة من الناس محبوسة في الزنازين. الزنازين دي بناها ناس حواليهم زي اهاليهم او الرموز الاجتماعية او الرموز الدينية او ايا كان، والناس دي فضلت محبوسة في الزنازين دي مش قادرين يخرجوا. والغريبة ان الزنازين دي ما كانش ليها ابواب لحد ما حد اتجرأ وفتح خرج بره ولقى ان في حياة تانية بره مختلفة خالص عن الحياة اللي هم عايشينها جوه الزنازين، وبدأ يكلم الناس ويقول لهم في حياة تانية بره. وبدأوا واحد واحد يخرج وبدأوا يحفروا حكاياتهم على جدران الزنازين دي. دي حكاية لطيفة كده بادئة كمؤشر او ك يعني تفسير للي هيتم حكايته جوه الكتاب. الكتاب اتكلم عن ما اتكلمش عن الإساءات أو أنواع الإساءات بقدر ما اتكلم عن تأثيرها على الأشخاص. وبعد ما سرد أنواع الإساءات دي، بعد ما سرد تأثير الإساءات دي وسرد إزاي نقدر نتخلص منها، بدأ يلتمس الأعذار للآباء والأمهات اللي هم عرضوا أولادهم لمواقف نفسية أو لجروح نفسية بدون قصد. ان هم يعني مثلا ممكن يكونوا اتربوا بالشكل ده، العالم بتاعهم ما كانش منفتح زي العالم بتاعنا دلوقتي، ما كانش قدامهم، كانوا ماشيين يعني ان كل الناس بتعمل كده، فهي دي الطريقة الوحيدة اللي ينفع ان احنا نتبعها في التربية وهكذا. على 4 أبعاد اتكلم عن حاجة اسمها اغتراب الذات. يعني الانسان بيبقى طبعه حاجة وجواه حاجة وبيضطر يخلق لنفسه هالة كده او فقاعة يعيش فيها عشان يقدر يتعايش مع المجتمع ومع الناس اللي حواليه. فبيبقى هو حاجة وبيبين حاجة تانية علشان يقدر يعيش مع الناس اللي حواليه. ودي حاجة على فكرة بنلاقيها في اللي هم المراهقين كتير جدا. بتلاقي مثلا ايه، حد مثلا متربي بشكل معين، متربي على الاخلاق، على الدين، على كده، ويطلع للمجتمع يلاقي تصرفات غريبة عنه، هو مش عارف ايه ده، فبيضطر يتعامل بنفس التصرفات دي علشان خاطر محدش يتجرأ عليه او كده. فبيبقى
بيتعامل بره حاجة وفي صراع جوه نفسه على الحاجات اللي هو اتربى عليها، فاهمين؟ نموذج للأب المثالي، الأب المثالي اللي هو كل حاجة عنده محسوبة وكل حاجة بالورقة والقلم. النموذج ده نشوفه يعني حاجة حلوة جدا، وحاجة يا سلام ازاي حد كده واصل للمثالية دي. لكن هو اتكلم عن النموذج ده ان هو بيخلق اذى نفسي عند الابناء، زي كمان الاب الغائب والاب المتخاذل اللي ما بيقومش بمسؤوليات، وذكر انواع كتير جدا من الاساءات اللي بيحدثها الاباء نتيجة لطبيعة حياتهم، زي الأب المتخاذل اللي ما بيقومش بواجباته تجاه الأسرة ولا تجاه الأبناء ولا تجاه أي حاجة، بيدي تشوه للأطفال إن هو ده الأب، وهو ده يعني نموذج الأب اللي المفروض يكون موجود طول الوقت. ولما بيطلعوا بقى للحياة بيلاقوا نماذج تانية مختلفة، وبيلاقوا إن هم مطلوب منهم حاجات هم ما شافوهاش جوه بيتهم، فبالتالي بيحصل عندهم صراع، يا إما بيفضلوا يحاربوا علشان يفرضوا الفكرة اللي هم اتربوا عليها، يا اما برضو بيفضلوا يحاربوا علشان يتغيروا ويحاولوا يعملوا اي حاجة. نموذج الاب المثالي اللي هو توقعاته دايما عالية من اولاده، بمسلسل كان بيتعرض في فترة من الفترات كده اسمه حضرة المتهم ابي. ان ازاي الاب ده كانت كل حاجة عنده مثالية ومحسوبة، وانه مفيش مجال للغلط. الاب ده بيخلي ولاده يتجهوا في واحد من الاتجاهين، يا اما ان هم يفضلوا طول الوقت يحاربوا علشان يبقوا على مستوى التوقع ومستوى الصورة اللي الاب راسمها ومتوقعها من ابنائه، فبالتالي ما بيسمحوش لنفسهم بان هم يخطئوا الخطأ البشري العادي اللي كلنا مخلوقين عليه، او ان هم يبقوا بيتعاملوا حاجة ويبينوا له حاجة تانية ويخرجوا عن السيطرة بمعنى أصح. النموذج ده بيصدر رسالة للأولاد إنه العالم مقسوم لقسمين، الأخيار على طول الخط والأشرار على طول الخط، ومفيش مساحة في النص، وده طبعا ضد الطبيعة البشرية. فلذلك الخطأ عند النموذج ده لا يغتفر، الخطأ عند النموذج ده حاجة صعبة جدا. فالنموذج الأب المثالي يبدو إن هو حاجة غاية في الروعة، لكن هو بيسبب اضطرابات نفسية علشان خاطر كتر الصراع اللي الأبناء بيحاولوا، والرعب اللي بيتحطوا فيه لما يخطئوا خطأ طبيعي. لما يخطئوا خطأ طبيعي، حتى نفسه هو النموذج ده لما بيخطئ بيحس بالدونية، لان هو المفروض ازاي ان هو يخطئ وهو بهذا القدر من المثالية. كمان اتكلم عن حاجة خطيرة جدا، وهي الام اللي دايما بتشتكي لبنتها من تصرفات والدها، ومن قد ايه هي تعبانة، وقد ايه هي مش قادرة تعيش معاه، وكل الكلام ده على اساس ان هي بتوعيها بطبيعة الناس وطبيعة الزواج بعد كده، وبتفهمها على اساس ان هي صاحبتها وبتشاركها مشاكلها وكده. فدي الام دي بتصدر للبنت انه كل الناس كده، وبتخلي البنت عندها تحفظ وتوقعات غير صحيحة، لان كل انسان ليه حياته اللي تختلف عن غيره، حتى لو كانت الام وبنتها. الام اتكلم كمان عن الجملة الشهيرة جدا اللي بتتقال في معظم البيوت تقريبا إلا من رحم ربي، جملة أنا مستحملة عشانكم. فالجملة دي بتدي رسالة للأبناء إنه انتوا سبب العبء، وانتوا سبب العذاب اللي أنا فيه، وإنه لولاكم ما كنتش هعيش بالشكل ده أو أيا كان. فجملة أنا مستحملة عشانكم دي جملة خاطئة تماما أصلا. كمان ذكر الربط ما بين الإساءة وما بين المصلحة، يعني أنا بضربك عشان مصلحتك، أنا بأس عليك علشان أنا عايزك تبقى كويس، أنا. فخلى الحب مشروط بالإيذاء، يعني خلى إنه بيأذيني علشان هو بيحبني. زي مثلا بنلاقي كلام كتير جدا، وده من الواقع، إنه ست مثلا عايشة بتهان وزوجها بيضربها ومش عارف ايه، فتلاقيها بتبرر له ان هو اصله بيغير عليا، اصله بيحبني، هو عصبي بس قلبه طيب. كل الكلام ده متوارث من اساس التربيه، من انه انا بضربك عشان مصلحتك، انا بضربك عشان خايف عليك، انا بحبك فعشان كده بأس عليك. فاتكلم عن ازاي الكلام ده لازم ناخد بالنا منه اثناء تربيه اولادنا، لانه احنا بنكون فاكرينه تحفيز او
تبرير لتصرفات معينة. دور الإساءات دي وطريقة التربية في تكوين العلاقات بعد كده. يعني البيت، الأطفال اللي بتنشأ في بيت كله مشاحنات، ودور الأم بيقتصر فقط على الخدمة، ودور الأب بيقتصر فقط على إعطاء الأوامر والترهيب والضرب ونفذوا كلامي من غير ولا كلمة، ومش عايزك تتكلم ومش عايز مناقشات، وكل الكلام ده بيشوه مفهوم العلاقات عنده. فبالتالي حتى لو هو كاره دلوقتي النظام ده، بيلاقي نفسه بيمارسه في بيته مع أولاده بنفس القدر وبنفس الطريقة، لأنه مخه متبرمج على كده ونفسيته متبرمجة على كده. اتكلم عن آثار الإساءات دي بشكل مفصل جدا وبطريقة سهلة، و ازاي دي بتأثر في تكوين نفسية الطفل، وبعد ما بيكبر ازاي بيمارس نفس الحاجات دي، ووصل لآخر مرحلة هي مرحلة ازاي نتعافى من الإساءات دي. يعني خلاص تمام، ده اللي حصل في البيت، سواء أي نوع من أنواع الإساءة اللي ذكرناها حصلت، وإحنا خلاص كبرنا وجوانا الضغوطات، أو جوانا هذا الكم الهائل من كرة الصوف الملخبطة من الافكار والمشاعر السلبيه اللي احنا مش عارفين اولها من اخرها، ومحتاجين ان احنا نتخلص منها. فهنتعافى ازاي؟ اول حاجه طبعا للتعافي لازم ان احنا ندرك ان هنا في مشكله، ولازم ان احنا نحلها، واحنا بس المسؤولين عن ان احنا نحلها. اول ما ندرك ده هنبدا ناخد خطوات ناحيه التعافي. ومن اول الخطوات الكلام، من اول الخطوات دي الكلام، ان احنا نتكلم، البوح، الفضفضه مع متخصص، مع حد بتثق فيه جدا 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 وامين، وعارف ان الكلام اللي انت هتقوله له هيتحط جواه ومش هيخرج ايا كان في اي صورة. لان طول ما انت كاتم والكلام ده ما طلعش بره، بيفضل متخزن وبنفضل نستدعيه في كل موقف بيحصل في حياتنا. فاحنا لما بنتكلم كأننا بنقول للمخ احنا فاكرين، احنا عارفين ان ده حصل، فما فيش داعي ان انت تقعد تفكرنا كل شوية بالمواقف دي. فاول خطوة في طريق العلاج اللي هي انك تتكلم مع متخصص او مع اي حد انت بتأتمنه بمنتهى الأريحية، وزي ما انت حاسس. ما تحاولش تجمل الكلام او تديله معنى اخر، زي ما انت حاسس بتطلع الكلام اللي انت. تاني حاجة او تاني خطوة اللي هي المواجهة. مواجهة المخاوف من اهم الحاجات اللي بتساعدنا على التخلص من الحمل التقيل اللي جوانا. الخوف ده عامل زي الوحش الكبير كده، اللي انت بتحس ان هو لو قربت منه هيلتهمك، ولكن لما بتبدأ تقرب 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 وتواجهه تلاقيه بيتراجع وبيختفي وبيتلاشى. فعلشان كده مهم جدا ان احنا نواجه المخاوف. يعني انا خايف اعمل الموقف ده، انا خايف اواجه الموقف ده، انا خايف اتكلم في الحاجة دي. اتكلم وما تخافش، لان المواجهة مهمة جدا في التعافي. فلازم ان احنا بعد ما ايقنا ان احنا عندنا مشكلة ولازم نعالجها، وقررنا ان احنا هنفضفض او هنتكلم حتى لو على ورقة، لو ما عندناش حد نثق فيه ومش هنروح لمتخصص، على ورقة نكتبها ونقطعها ونحرقها او ايا كان، المهم المشاعر اللي جوه دي تطلع. تالت حاجة هي ان احنا نواجه المخاوف دي، نواجهها. يعني في ناس من كتر ما هي عندها جروحات معينة بتخاف مثلا تمارس امور الحياة الطبيعية، زي ان هي تشتغل، خايفة لحسن ما تكونش على نفس المستوى، او حد يتريق عليها او حد ينتقدها او ايا كان. فدي حاجة لو ما عملناهاش بتوقف حياتنا. يعني الشغل اساس الحياة، بتخاف ان هي تتكلم او اما تحس باذى او حد مثلا يأذيها او يضايقها، بتخاف ان هي تقول له انا ما بحبش كده، ده علشان خايفة ان هو يهاجمها او لكن لو حطت الحدود وبدأت تواجه، هتلاقي ان الموضوع اسهل مما تعتقد. رابع حاجة اللي هي الغفران او التقبل. سواء بالغفران، على فكرة مش معنى الغفران ان انت هتنسى الاساءة او تنسى كده. الغفران ان انت خلاص اللي حصل حصل، مفيش مجال لان هو نقعد نفكر فيه، لانه في الماضي، والماضي عمره ما بيرجع عشان يتصلح. خلينا في الحاضر. طبعا كل مرحلة من دول تحتها شرح كتير، انا بس عملت ملخص كده للكتاب. الكتاب حلو قوي، انا قرأته اكتر من مرة.
اقرأوه هيفيدكوا قوي قوي قوي، سواء لو انتوا مقبلين على الزواج، لو انتوا اباء وعندكم ابناء هيخلي عندكم وعي شوية في طريقة تعاملكم مع اولادكم، لو انتوا حتى اجداد عشان تنصحوا ابنائكم، او كل الكلام ده. وده كان ملخص الكتاب. نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو، اللي هو انا ليه ما كنتش بعمل فيديوهات كل الفترة اللي فاتت دي. الحقيقة ان انا تعرضت لأزمة صحية جامدة جدا، يعني افقدتني فعلا تأثيري على حياتي، خلتني بعمل بدائيات الحياة. فاخدت فترة علاج طبعا، و بس الفترة دي انا اتعلمت فيها حاجات كتير قوي، انه كل حاجة بتعدي. اهم درس انه كل حاجه بتعدي. ممكن ان انت لما تبقى متضايق مثلا وحاسس انك عندك مشكله صعبه وحد يجي يقولك هتعدي، انت بتتضايق منه، اللي هو يا عم هتعدي ازاي، انا اصلا عندي مشاكلي فوق راسي ومفيش حل. بس فعلا كل حاجه بتعدي، كل حاجه بتعدي. تاني حاجه انه مفيش حد او مفيش حاجه مهمه في الوجود قد صحتك. اهتم بصحتك على قد ما تقدر. مارس رياضة، كل أكل كويس قدر الإمكان. اهتم بصحتك، لأن الصحة هي أساس كل حاجة. أنت مجرد ما يحصل لك أي وعكة صحية بيبقى همك الوحيد إن أنت تتخلص من الألم علشان تقدر تعمل أساسيات حياتك، اللي هو تمشي براحتك من غير ألم، تاكل براحتك من غير ما تحس بتعب. يعني الصحة أهم حاجة. تالت حاجة انه مهما حصل ما ناخدش الاسترس معانا واحنا داخلين ننام. ما تناموش زعلانين. النوم زعلانين ده من اكتر الحاجات المرهقة والمتعبة واللي بتسبب الوفاة. يعني فعلا اللي يقولك ده حد نام ما قامش، دي مش مجازفة، مش مبالغة، ده فعلا حقيقي. الزعل بيموت. فايا كان اللي حصل ما تاخدوش معاك وانت داخل تنام. ايوه الموضوع صعب، ايوه في ناس عندها مشاكل كبيرة جدا ومكلكعة ويمكن ما تتحلش، بس ايه اللي هيحصل؟ ما هو هيحصل حاجة من الاتنين، يا اما المشكلة دي هتتحل يا اما ما هتتحلش وهنضطر ان احنا نتعايش معاها ونعتبرها جزء من حياتنا، فبالتالي كده كده هيكون في حل. فما تاخدوش الاسترس معاكم وانتوا داخلين تناموا علشان ما تصحوش حاجة تانية. فدي كانت من الحاجات المهمة جدا اللي انا اتعلمتها في الوقت ده. في الوقت ده، وقت التعب او وقت الاحتياج او وقت المصايب، اللي هيقف جنبك وهيساعدك مش هم الناس اللي انت كنت متوقع ان هم هيقفوا جنبك ويساعدك، بس ربنا هيسخر لك ناس تانية تقف جنبك وتساعدك وتنصحك وتوجهك وكل الكلام ده. لكن اللي انت متوقعهم وعشمان فيهم قوي مفيش. ف بس كده يعني، بس كده ده كان ملخص الفترة اللي فاتت. وشكرا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، ومع السلامة.